رضا، انا برضو لاقيه يعني الديكور، السرير، الدانتيل يعني والستاير بتاعت الاطفال والرسم يعني حاجات باينه انها بقالها فتره، مش حاجه اتحطت عشان احنا جايين نصور، حاجه باين عليها انها بقالها فتره قديمه. والستاره والرسم باين انه قديم وبقاله فتره. يعني انا شايفه انه انا مش قادره اعرف، هو انا بجد انا في سجن يعني؟ ده سجن ولا ده حاجه زياده ولا ده ايه اللي انا شايفاه ده؟ لا، انت حضرتك زي ما انت دخلتي وقلتي كده ان مفيش حاجه جديده. ده الفرش اللي احنا بنفرشه في العادي كل يوم، ودي ستايرنا اللي احنا حاطينها كل يوم، والفرش هو مفيش حاجه. لا، انا عايزه اعرف، هي اداره السجن هي هي اللي بتعمل الحاجات دي ولا دي اجتهادات منكم؟ لا، دي بتبقى هوايات. بس إدارة السجن بتسمح لنا إن إحنا بنجيب القماش وبنجيب الحاجات دي وبتتعمل هوايات. بنركب ناموسيات زي الحاجات دي كده يعني للسراير. ومين اللي بيخيطها؟ في الورشة. اه. في هنا ورشه بتخيط فيها الحاجات دي؟ مين بقى، في ناس مخصوص متعلمه وبتخيط فيها؟ كل الناس اللي في الورشة بيعرفوا يعملوا ملايات وناموسيات وحاجات زي كده، ستاير بيعملوها لنا على طول. وفي حاجات من دي بتتعمل وبتتباع؟ في بتتباع في المعارض وبتتباع لأننا بيعملوا معارض، بيعرضوها بره، بيعرضوا الحاجات بتاعتنا بره. يعني انا بجد يعني الساده المشاهدين، انا بضحك. انا حاسه ان انا كنت هطلع من المكان ده هلاقي بره ناقص بيسين وجيم. يعني انتوا شفتوا معايا. طب هو ده عقاب؟ من كلام زوبه، هي بالتاكيد عايشه في السجن وسط ظروف ما كانتش تحلم بيها بره.